مباشرة من غزة سيد ياسر عمر، وهو ملحن وتعاون مع الفنان محمد عساف في وقت سابق. صباح الخير سيد ياسر. صباح الخير لكما وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين. قبل ما نسألك أي سؤال، أنت مطمن على وضع محمد عساف بهالمراحل اللي بتعداها أسبوع بعد آخر؟ الحمد لله، يعني تقريبا على اتصال شبه يومي مع محمد. معنوياته كثير رائعة مرتفعة، وينتقل من مرحلة إلى أخرى بكل سهولة. إمكانياته الصوتية تؤهله للانتقال للمراحل المتقدمة، وكلنا ثقة في صوت محمد أنه يصل للنهاية إن شاء الله. طيب. بيشكر أبناء شعبه، بيشكر جميع من يقف حول تلفزيون فلسطين، كل الناس. وهنا سؤالي لك أستاذ ياسر، يعني أكيد تابعت المساندة والمؤازرة الفلسطينية للفنان محمد عساف، شو رأيك بهذه المساندة؟ هل نحتاج أيضا إلى تكثيف مزيد من الجهود حتى يتقدم محمد عساف يعني بخطة ثابتة في هذه المسابقة؟ إلى هذه اللحظة أنا أشعر بتكاثف رائع من قبل الجماهير الفلسطينية، من قبل المؤسسات الفلسطينية. بنتوجه بالشكر في هذه المناسبة إلى جميع من وقف مع محمد، الجماهير الفلسطينية، تلفزيون فلسطين، شركة جوال، بنك فلسطين، كل المؤسسات التي وقفت مع محمد نحترمها، نقدرها، وطبعا يعني نطمع بمزيد من التكاثف، من حملات التكاثف. وعلى أي حال يعني هذه فرصة لأقول إن الجماهير التي تصوت لعساف هي جماهير ممتدة من المحيط إلى الخليج، بل في كل العالم. يعني محمد نال ملايين الأصوات في شمال أفريقيا، في مصر، ولكن بالتأكيد نحن نحب أن نرى قدرة أبناء شعبنا على التواصل والتكاثف في هذا التصويت. طيب، لو عدنا للوراء يعني بعض الشيء سيد ياسر عمر، أبرز الصعوبات التي واجهت محمد عساف حتى وصل إلى هذا البرنامج بشكل عام وهذه المسابقة؟ يعني أستطيع أن أقول أن هذه الصعوبات كانت ذات شقين أو ذات رأسين. الشق الأول منها هي صعوبات في واقع الحال الذي نعيشه في غزة، إجراءات المعبر، إجراءات السفر. هذه سببت إشكالية في خروجه من غزة للوصول إلى مصر أولا، ثم إلى بيروت ثانيا. الجانب الثاني هو الجانب الفني. يعني نحن في غزة افتقدنا فترة طويلة إلى الاستديوهات، إلى الموزعين الموسيقيين اللي من خلالهم ممكن أنه نطلع أغنية جميلة تصل إلى العالم. ولكن في السنوات الأخيرة الحمد لله تغلبنا على هذه المشكلة. أصبحنا في غزة لدينا استديوهات محترمة، ولدينا موزعين موسيقيين محترمين وعازفين رائعين، واستطعنا أن ننتج كثير من الأغاني الخاصة بمحمد. نعم سيد ياسر، يعني مشاركة محمد عساف في المسابقة سلطت الضوء على الفلسطينيين وعلى غزة بالتحديد. هل تعتقد أن مشاركة محمد عساف في هذه المسابقة ستفتح المجال أيضا لموهوبين فلسطينيين غزيين آخرين للبروز، يعني ليس فقط على مستوى مسابقة أرب آيدل ولكن في مجال الفن؟ هذا سؤال رائع جميل. أنا أتصور وهذه فرصة أن أوجه رسالة من هنا إلى جميع المعنيين، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، بأن تنتبه وتلتفت وتضع في خطتها السنوية العمل على هذا الموضوع. لدينا أصوات من أجمل ما يمكن في غزة، وبالتأكيد في الضفة المحتلة أيضا لدينا أصوات رائعة. يعني نحن نسمع أصوات لمطربين عرب هم نجوم، ولكن الإعلام صنع هذه النجومية. ينقصنا هنا فقط هذا الجانب الإعلامي. أنا على ثقة أنه لو استمرينا بهذا المجهود، بهذا العطاء،
سنقوم كل سنة بإرسال مطرب إلى برنامج عرب أيدول وغير عرب أيدول. كما أن هناك لدينا على الجانب الآخر يعني هناك شعراء كمان رائعين علينا أن نرسلهم إلى برامج ثقافية أخرى، يعني للجانب الغنائي والجانب الشعري الأدبي. فهذه فرصة لأن تهتم هذه الوزارات، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، التلفزيون فلسطين يهتم بإبراز هذه المواهب لإرسالها إلى هذه البرامج العربية. مشاركة محمد عساف في البرنامج حتى هذه اللحظة ووصوله إلى هذه المرحلة تعتبر إنجاز بحد ذاتها، يعني نتمنى له التوفيق طبعا مستقبلا. هل توقعت وأنت كنت تتعامل مع محمد عساف مسبقا أن يصل محمد عساف أو يحقق هذا الإنجاز يوما ما؟ أنا كنت على ثقة وهو في غزة عندنا هنا قبل أن يخرج إلى البرنامج، وقبل أن نعرف عن هذا البرنامج من أكثر من سنتين. كنت على ثقة بأن محمد سيصبح في يوم من الأيام نجم عربي بلا شك. إمكانيات صوت محمد، حنجرته الذهبية، إمكانيات صوته، مساحة صوته، قدرته على أنه يلعب بحنجرته، أنا لم أرى مطرب على الإطلاق، وهذا ليس بتحيزا لمحمد، لم أرى مطرب إلا ربما المطربين القدامى الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ عبد الحليم. لم أرى مطربا يمتلك هذه القدرة على اللعب بحنجرته كأنه عازف، يعني بيلعب بحنجرته كأنه عازف بشكل غريب جدا. ولعلكم رأيتم والسادة المشاهدين قدرة محمد على أداء جميع الألوان الغنائية. هو غنى أغاني جبلية، أغاني تحتاج إلى موال، ثم بشكل غريب ومفاجئ وجدناه ينتقل إلى أداء أغنية لعبد الحليم يؤديها بإحساس بهدوء كأنه مش محمد اللي عرفناه في الأغنيتين السابقين. هذه قدرة محمد. يعني دائما أنا أرى في محمد قبل أن يشارك في هذا البرنامج، دائما كنت أرى فيه، وجميع الذين يعرفون محمد عن قرب كانوا يرون فيه مطربا عربيا كبيرا قبل أن يشارك في هذا البرنامج. طب لو سألتك عن معرفتك الشخصية بمحمد عساف، كيف التقيتوا مع بعض وكيف أنت كملحن رعيت موهبة محمد عساف حتى الآن؟ محمد يعني من الممكن أن أقول أنه كان عنده فترتين في حياته. الفترة الأولى هي التي غنى فيها بعض الأغاني. صحيح هذه الأغاني أخذت انتشار واسع مثل أغنية علي الكوفية مثلا، ولكن لم تكن هذه الأغاني قد أبرزت لنا صوت محمد بشكل الذي نعرفه عن محمد. إمكانياته الصوتية، حنجرته، قراراته، جواباته، لم تكن هذه المرحلة قد أظهرت صوت محمد. بدأت مع محمد قبل حوالي 3 سنوات، لحنت له أغنية ومنين أجيبك يا صبر، هي كلمات الدكتورة الشاعرة انشراح حمدان. ثم تلتها أغنية يا ولادي، هي كلمات الأستاذ الشاعر سعد السويركي. وبعد ذلك أغنية والله الزمان دوار. ثم أخيرا غنى محمد أغنية يا عابرون من كلمات الأستاذة الشاعرة هند جودة. هذه الأغاني أنا استطعت من خلالها أني أظهر إمكانيات حنجرة محمد، إمكانيات صوته. ويعني تقريبا في السنتين الأخيرتين كنا نلتقي أنا ومحمد وبعض الأصدقاء الملحنين المطربين بشكل يومي. هذه التدريبات المستمرة، هذه التمرينات المستمرة، الأغاني المتنوعة التي كنا نعيشها مع محمد، كان يغنيها كنا نعزفها، صقلت صوت محمد، جعلته إنسان جاهز للمشاركة في أي برنامج عربي. وكنا وما زلنا على ثقة بأن يستطيع محمد أن ينتزع هذا اللقب إن شاء الله.